السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولات الحلوين عاملين ايه؟ رب يكون في تمام صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم ليلى فوزي، اول ما اشوف القناه فعلى حلقه زر الجرس على كل سبسكرايب، زر الاحمر، اشتراك، اللايك، تعليق، يا احلى وارق فراوله في حياتي. مبدئيا كده بس عشان احنا بنذكر ربنا، فعشان ما حدش يبقى مفكر انا حالا بنظف او بعمل وطبعا بقول اذكار او بقول سلام عليكم وصلى على النبي، لا طبعا، لان ده المونتاج بعد ما اصلا الفيديو ده اتعمل من امبارح. ده كده يا بنات زي ما احنا شفنا من مقتطفات النهارده. انا جايه اسرقكم، انا جايه اخطفكم، انا جايه كده اجننكم جنان حقيقي حقيقي. الفيديو ده عظمه عظمه، تحفه تحفه تحفه، مش عارفه اطلع منه من جماله حرفيا. زي ما احنا شفنا في المقتطفات، ديكور تنسيق جديد لغرفه الماستر، وسالت عليه المره اللي فاتت. غرفه الماستر اللي هي الغرفه الاساسيه، زي ما انتم شايفين كده تشش شويتين انتعاش كده للتويلت. كنت حاسه كده كل يعني امبارح او اوله عن ان هو عايز تلميع، عايز يبقى برو كده. فقلت لا، اخدت القرار. الكلام ده كله كان روتين يوم الاربع، حوالي كده قبل العصر كده. خلاص اخدت بسرعه 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 التويلت. بعد كده دخلت عملت ديكور يهبل يهبل يجنن، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك، تحفه في الغرفه. والالوان النهارده تحدي. انا كنت بتحدى نفسي. الديكور بتاع النهارده تحدي مني لليلى بصراحه. مبسوطه جدا من التعليقات، مبسوطه جدا ان انتوا بتنبسطوا، مبسوطه جدا ان انتوا بتبقوا سعداء حتى يعني في القناه، يعني سواء انا اتكلمت فيها او لا، قلنا كلام ايجابي. واكيد ان شاء الله كل كلامنا ان شاء الله يكون ايجابي. اقصد يعني ان احنا قلنا كلام مفيد او حتى كان روتين عادي. فبصراحه بنات ربنا يسعدكم. شكر خاص جدا 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 كبير قد كده اللي خالته. ربنا يا رب يبارك لي في عمرك، ما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا. وبجد حبيبتي ربنا يا رب يجعله في ميزانك وما نحرمش منك، وباهتمامك بيا، وجزاك الله خير. انا عايزه اقول لكم ان خالته متلاقي الفيديو ليلى ده الفيديو معلوش اعلانات، روحي شوفي المساله دي. ليلى انت فين النهارده مفيش فيديو ليه؟ فبصراحه ربنا يبارك لي في عمرك بجد يا خالته يعني، ودعمك ليا، انت صبرتي ليا جامد. ربنا يا رب يبارك لي في عمرك ويديمك نعمه في حياتي، اللهم امين. بشكر كل الفراولات وكل حد بيقف جنبي بجد بجد الفتره دي، يعني كل حد يقول لي كلام حلو. ربنا يا رب يساعدكم، كل الناس الحلوه اللي في حياتي، كل الناس انا بحبها، عيلتي، وربنا يبارك لي فيهم، اللهم امين. آه هنا كده الجزئيه دي عماله اقول انا هعملها. فكلمه هعملها دي وما انا عملتها حسيت بسعاده بصراحه. مسكت كمان بعض الورود كده اللي هي البيضه دي وعملتها كده في زي ما انتم شفتوا في الجردل بشويه شاور، عملت ريحه حلوه وقد كان. ها هو ديكور بس مش النهارده، امبارح. ده بتاع المطبخ، والقمر بتاع المطبخ، وجمال وشياكة المطبخ. يا جماعة ده مطبخ يطبخ فيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، يهبل يجنن. بصوا الرخامة اللي مش بتنشف، انا نفسي اشوفها ناشفة عايزة اقول لك، شفتوا الفوطة دي؟ اعملوا نفسكم ما خدتوش بالكم، نسيتها اصلا على المكنة بتاعة القهوة. بصوا بقى اعمل ريفيو على الفحم ده، غريب جدا مع انه كان قمر قوي، بس كل ما احطه يفتول كده، يفرقع فرقعات شديدة بجد والله. ايه ده؟ بيفرقع كده، بوظ لي البوتاجاز زي الفل ازاي. فكده يعني، بس هو لذيذ يعني برضه، مش مشكلة نستحمله. فهعمل بقى البخور بتاع هنا. بس بقول لكم هنا ان اي بواقي قهوه بتبقى مفضله، انا بحب اعملها ماسك في وشي وبحبها قوي جدا 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 3 جدا. وعلى فكره القهوه دي كمان فيها ليمون فحلو جدا، قشطه قشطه. هنا كده طبعا ده كان يوم 16 اللي هو امس، اللي احنا قلنا يوم الاربعاء. فانا كنت بقى بفكر معاكم، الجزء ده بحبه قوي، جزء المبخره والمباخر اسمها ايه، والبخور نفسه يعني. هستخدم النهارده البخور بتاع هاجر صاحبتي، كانت جايبهولي هديه، حبيبتي يا هجوره. طبعا هو سعودي وجميل قوي 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 بجد، ما تحمش منك يا هجوره. كل ما بستخدم حاجه من اصحابي جايبينها لي بفتكرهم بصراحه، ربنا يجازيكم خير عني، اللهم امين. هبدا كده بقى خلاص اخد مبخره اخش كده بقى على الشغل. هنا كده ما تاخدوش بالكم، البخور عادي وعادي مفيش مشكله. الفكره بقى ان انا مش عارفه مين اللي هياخد باله، بس اما نخلص خالص الغرفه ان انا دخلت الديكور الخريفي في الريسبشن، في المطبخ، في اوضه الاولاد، وفي الغرفه الاساسيه اللي هي الماستر. طبعا انتوا هتحكموا دلوقتي. فانا هنا السؤال، مين اخد باله ان انا مدخله الوان الخريف اللي هي بالاورنج والكلام ده، والالوان الخريف القمر، ولكن كل مكان وليه شياكته وطعمه وذوقه. نفس الالوان سايده، يعني انا عندي عامله مجمعه لون واحد، يعني عامله اللون السائد في الموضوع اللي هو لون الاورنج مثلا،
مشتقات. يعني انا هنا مدخله اللي هو الكافيه مع الاورنج، داخل فيه العود اللي هي الحاجه البسيطه اللي هي على اللون الاخضر، برضو هنا داخل هنا نفس الالوان. انا قصدت كده يعني بحيث ان انا وانا بشتغل ليه. بصوا بنات، اما تيجي تعملي مطبخك امريكاني اساسي عندك تعمليها كده في القاعده عندك، ان ديكور المطبخ نفس ديكور الايه الريسبشن، فاهمه؟ لازم بما انك اخترتي حاجه امريكاني، حاجه مش منفصله. ليه هي على فكره ممكن يبقى عادي، بس بصي هو راحه للعين. يعني بصي وانا جوه بره الديكور عندي اورنج، وانا جوه اعمل لون تاني، انا هحس ان انا عينيا مش مرتاحه. فاهمه حاجه؟ فاهمه حاجه. بس نسكافيه القمر علشان انا كنت ناويه ادخل واعمل ايه عظمه، بس بجد اصدقكم القول ان انا كنتش عارفه انا هعمل ايه. بس هو انا مديه لنفسي اوردر، انت داخله تعملي ديكور احلى. يعني انا مديه لنفسي تحدي، انت يا ليلى النهارده تعملي ديكور احلى من بتاع الريسبشن، واحلى من بتاع غرفه الولاد، واحلى من بتاع المطبخ. ازاي ده معرفش. طب هي الادوات معاكي ايه برضو؟ ولا عقلي جايبني. وعلى فكره بجد 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 انا ولا كان 1% انا عارفه انا هعمل ايه، بس انا قايله اورنجات بقى هعمل ايه معرفش. فروحت كالعاده زي ما انتم عارفين طبيعي عشان اخد الفكره وافكر اشيل اي الوان. طبعا احنا كنا عاملين مع بعض الديكور الاحمر القمر، ترجعوا للفيديوهات السابقه. هنا كده بدات ايه، فتحت ادور على الكوشنات، انا عندي ايه اورنج. إيه هنا كده، بس دي الجزئيه دي ده كان تيشيرت يوسف الاورنج ده، واخدته قصقصته والحمد لله ان هو كان في الدرس، ولغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي ما يعرفش. فعملته يقطينه. دي الحاجه اللي انا كنت متفقه عليها. يعني انا بقول لنفسي ايه، انت عايزه ايه بنتي؟ عايزه تعملي ايه يا بنتي؟ ديكور اورنج. طب خلاص ادلتيني يقطينه، خلاص كده خلاص يلا سلام عليكم. بجد ما كنتش عارفه اعمل ايه. فخلاص عملت الاثنين يقطينه وفضيت الدنيا زي ما انتم متعودين مني، لازم افضي علشان اعرف اشوف. خلاص هنا كده خلاص هنحط الملايه البيضه، وبعد كده هنبدا بقى نحط ايه الخداديات وكده. حد سألني على الخداديات دي، الخداديات الطبية، وكانت من عند المأمون. اوكي هنا بقى بتحدى نفسي تحدي وتفكير. يعني انا بقول لنفسي يا بنتي انت متأكدة؟ يا بنتي ده اسود، هتحطي مخدة سودة؟ بجد ده اللي انا قلته لنفسي. يا ليلى يا علي يا بنتي ما تتهوريش، اي نعم انت ذوقك حلو بس مش الدرجة. بجد كل ده انا بكلمه جوايا وانا بجد بطلعه لكم. طيب ماشي، بس مش معقول هتسيبيها سودا كده، اكيد دي خلفيه. ايوه جبت بعد كده عشان انا افهم انا بعمل ايه. انا بعمل ايه. فجبت الخداديات بعد كده، دول لونهم اوف وايت، دول مش ابيض او كده، لا دول لونهم اوف وايت. عندي مشكله جدا يا بنات كبيره، هبقى اقول لكم عليها، استنوا. هنا بس الكوشن ده عماله اقول اعمله كده، انا اصلا مطلعه معاكم على اللون الاساسي اللي ورا. قلت لا يا بنتي يهديكي يرضيكي، انت كده بتعملي اورنج يا بنتي. يعني عارفه تحدي هتعمليه يعني تعمليه. بس بقى قمت اول ما انا يا بنات مسكت الكوشن ده، اللهم بارك، بص مين اخد باله؟ اولا اورنج، ثانيا كافيه اللي هو لون الخشب السرير او التنجيد، ثالثا اللون البني بتاعه لونه بني محروق. اذا ماشي، بصوا لما بعدت كده ماشي مع ايه، مع الغامق اللي ورا. بصوا لما وصلت للحظه دي انا مش قادره قلت لي قايله لنفسي بيرفكت، يجنن يهبل. بصوا بقى وقفت شويه قلت طب يا ليلى مثلا هتحطي المفرش ايه؟ يعني عماله اقول لنفسي اورنج ايه يعني اوفر، طيب ايه اللي يبقى حلو وشيك في نفس الوقت يبقى حلو؟ فببص للكوشن لقيت الكوشن فيه لون اللي هو الهافان، مش الهافان، اللون الجملي ده. المهم بس كده هنا عشان اشرح لكم حاجه بسرعه، عشان انا وعدتها ان انا لازم اقول للفراوله. شايفين الكام؟ 1 2 3 الاربع يقطينات دول مكه اللي عاملاهم بجد والله بايدها. حتى بصوا الفستان بتاعها ده. بجد انا سعيده بيها جدا والله، بجد ما شاركتها في حاجه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك. بصوا شطوره قوي. يعني هي ما عملتهاش بالبتاع، بس ايه اتصرفت. على فكره هي جت لي كان الخوص ده اللي هو اسمه ايه ده اللي انا بعمل بيه اليقطين ده، ده 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 اسمه ايه؟ المهم الصوف ده كان خلص. فهي قالت لي، انا قلت لها ما فيش بقى، وبعد انشغلت في اوضتي بقى لقيتها بصراحه اتصرفت، اللهم بارك ربنا يحفظها. يعني هتطلع لمين يعني؟ مامتها شطوره يا ولاد. بصوا ركزوا. هنا بقى حطيت بتاعه ايكيا بفتح، لان ورايا غامق اللي هو اللي تحته ايه، المفرش الصوف جملي ده. فاهمه حاجه؟ بصي، وحطيت 2 يقطينه اورنج، وحطيت واحده اللون الجملي. خلاص كده ايه كده انا معايا لونين. خلاص ركزي بقى. انا لو كنت حطيت الكتاب ده بتاع لويس فوتي او لويس فوتين ايا كان نطقها،
لوي فيتشي ولوي فوتشي ايا كان. المهم كان هيليق وكل حاجه. بصوا هو المقطع تقريبا هيتعاد تاني، ما تاخدوش بالكم، اعملوا نفسكم ما تاخدوش بالكم. فلو كنت حطيته تمام كان هيبقى قشطه قوي، لان بصي الهافان في النص عادي، بيج ماشي عادي، حتى في الكتابه بالاسود بسيط شغال، كان هيبقى حلو. بس انا بقول لنفسي مش ده اللي انا عايزه، انا عايزه بنات ابص كده بعيني احس ان انا منبهره، مش بس الحاجه عجباني وبس. فببص لقيت كتاب اللي هو الجوتشي اسود، هو ده. اول ما شفت كده لا 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 لا، اللهم بارك اللهم بارك، هو ده. وانا بحط بقى الكتب دي، شفت اللي هو بتاعه الكتاب بتاع براند كوكو شانيل، قلت هيبقى حلو، شغال قاعده بقول لنفسي يعني ابيض واورنج وبتاع جميل جميل، بس معلش خليك على جنب. انت قشطه وكل حاجه، بس مش ده اللي انا عايزاه. عشان اشغل الالوان كلها جبت كمان عندي الكرسي الهزاز، حطيت نفس الكوشن اللي ايه يا بنات اللي هناك ده. عايزه اقول لكم ان الكوشن ده اللي هو اللي في النص ده كان قماش وانا عاملاه. اوكي بصوا بالله عليكي يعني بجد بجد، يعني انا انبهرت 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 انبهرت، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. واقدر اقول ان ده اجمل ديكور انا عملته. ليه؟ لان كذا سبب. هقول لك على حاجه، تحدي، شياكه، حاجه غير مش تقليديه وجديده. حاسه ان انا كله من البيت برضو، دي بتساعدني جدا على فكره. يعني بحب ابقى ان اشتري وكل حاجه، بس لا يعني اما بخترع حاجه، عايزه اقول لك ان بجد 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 حرفيا تحفه تحفه تحفه. الاسود اللي في الكتاب هبلني جنني، قولي قولي اللي انت عايزاه، جنني حرفيا كده، اللهم بارك. طب انا عايزه اقول لك على حاجه كمان جامده، والشاطر بجد اللي ياخد باله، شايفين اللي هو الخط اللي في الكتاب ده مدي مع الاورنج اللي ورا، هرجع لكم تاني برضو. بصوا عايزه اقول لك ان انا بجد بجد سعيده. سما جت قالت لي ماما منظر، اللهم بارك، الخلفيه السوداء دي عامله، اللي قالت لي اسم ايه، عامله، عامله ايه، مش عارفه الكلمه راحت من بالي، عامله إيه، فخامه. بتقول لي الاسود عمل فخامه، مع ان قلت لها يا سما ده كان تحدي بالنسبه لي وكنت مقلقه منه وكده. قالت لا 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 لا، راسم المنظر اللهم بارك تحفه تحفه تحفه. عجبني ان انا مش مكرره الالوان. بصي ساعات بقى بكرر، بس فكره ان انا ما اكررش الالوان دي يا الله اسعدتني جدا، مبسوطه قوي قوي قوي. شايفه اللي هو الخط اللي في الكتاب، بصي ماشي مع اللي هناك ازاي، مع الاورنج اللي هناك، يعني بصي الخط الاورنج اللي في الكتاب نفس الخط اللي هناك. فبصي الله اكبر الله اكبر بجد قمر. معلش يا بنات استحملوني. عايزه اقول لكم ان انا كل شويه مش ببطل تصوير، يعني انا رايحه جايه بصوره. سعيده بيه جدا 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 جدا، عشان طلع احلى ما انا كنت عايزاه كمان، وبعدين غير متوقع. هنا بقى حبيت اوريكم في الاضاءات، معلش استحملوني، انا بحب حاجه بحب اتكلم عليها كتير، ما تزعليش ما تزعلوش ما تزعلوش مش تزعلوا مني سيبوني فرحانه شويه. ف في ايه بوريكم هنا كده الورم، الاضاءه الورم الاصفريقه، وبعد كده الاضاءه دي الفاتحه خالص البيضه اللي انا بحبها بتظهر اللون. بعد كده هنعمل ده اللي هو السهاري، يعني دي كده درجه ثالثه في الاسم اهي في النجفه، تعمل درجه ثالثه بتعمل ذكر سهاري، اللي هي يبقى الاوضه منوره. بس ايه بصي الفكره في ان انت منوره، بس ما الاضاءه دي ما بتوجعش العين، هاديه كده تقعدي فيها كده على اللذاذه يعني. بصوا الله اكبر بجد ما شاء الله بجد ما شاء الله بجد بجد بجد. يعني لما اتحط الكتاب الاسود جنن الدنيا. يا ترى بقى انتوا اتجننتوا معايا ولا انا لوحدي؟ يعني ايام الون ولا ايه؟ يعني انا عايزه اعرف انا لوحدي ولا ايه، يعني عشان ابقى فاهمه يعني. فلا بجد اسعدني. عايزه اقول لكم ان محدش دخل الغرفه الا لما انبهر، حرفيا 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 حرفيا. مكه بتعملي بضحكوا على مكه بقى، كانت شايفاها كانت مشغوله كانت بتعمل اليقطين بتاعها حاجه زي كده في اوضتها وحاجه زي كده، دخلت بقى قالت لي يا ماما كل شويه يقطينا، وقامت عارفه لما تقوم نازله بركابها كده على على السجاده وتعمل نفسها المغمى عليها، يا ماما كل شويه يقطينا، وقامت عامله مغمى عليها كده في الارض. فقعدت اضحك يعني. يوسف بيقول لي ماما انت بقيتي ملكه اليقطين يا ماما، بعد كده هنعمل ايه؟ قلت له ولا حاجه يا ابني اطلعوا بره. عايزه اقول لكم ان هم بيتذللوا لي عشان يخشوا الغرفه بتاعتي، طبعا انا يعني بيخشوا بس بره برضه بره لا يعني بره يعني. فكده يعني عندهم البيت كله، يعني مش فاهمه يعني مش فاهمه. بس كده. ختمت بقى على حاجه حلوه قوي برضو بعد ما خلصت التنسيق ده القمر ده، يعني قلت بقى ايه حاجة كده جميلة. فطيرة بقى بالسمنة البلدي بقى يا بنات، وما أدراكم السمنة البلدي والزبدة البلدي والحاجات، وهفرجكم عليها دلوقتي. تحفة تحفة تحفة.
بصوا بنات الديكور، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بكل اضاءه بكل لون، الصبح بالليل، اللهم بارك. حرفيا حرفيا لا بالنسبه لي اخدت توب الالوان الاورنج. عايزه اقول لكم ان الفطيره دي قمر جات لي كده كلها، بصي غرقانه في السمنه البلدي، غرقانه غريق كده، اني اغرق 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 اغرق. لا تحفه، طعمها جميل وجميله وحلوه يعني، عجبتني. بصوا سبتكم برضو، قلت لا يعني انا رحت جبت التليفون وبصور تاني، مش حد يشدني من الغرفه، مش بهزر. فانا كنت سعيده جدا بصراحه. وقلت لا انا انقل الطاقه الايجابيه للفراولات، يعني مش هيبقى لوحدي يعني، معلش يعني انتوا حبايب قلبي يعني، ما ينفعش كده. بس فمبسوطه. نالت الاستحسان بالنسبه لي، والوان فيها توفيق في فضل الله سبحانه وتعالى في الاول. مبسوطه ان هي عجبت كل حد شافها. وطبعا دلوقتي هنبسط اكتر 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 لما الفراولات يكتبوا لي تحت في التعليقات ايه النظام، عجبكم يا ولاد ولا ايه؟ نحن نختلف عن الاخرون. لولو بتعمل عظمه يعني، انت وانت بتشيري الفيديو حالا دلوقتي كده تاكدي سيادتك بقى حطيتي اللايك ولا لا، مش فاهماكي بصراحه، قاعده تتفرجي على الجمال والحلاوه وخلاص وبس. لا سيادتك بعد اذنك تنزلي تحطي اللايك، سيادتك بعد اذنك تحطي التعليق، وتمسكي كده في سهم كده هتلاقيه بتاع اللي هو النسخ الرابط، واجري بقى على الواتساب قول لاصحابكم لولو بتعمل عظمه يا ولاد. والنهارده الفيديو ده لازم يترفع، ماليش دعوه، هتقمص منكم وهشيل فيديوهاتي وهسيب لكم اليوتيوب وامشي واجري، وهسيب لكم اليوتيوب انا خالص، انتوا حرين بقى. استنى، وهتقمص وهزعل وهمشي من اليوتيوب، واروح بقى افتح تيك توك واقعد اقول كبسوا كبسوا كبسوا. ها هترفعوا الفيديو ولا لا؟ شفتوا التهديد بتاعي؟ والله تهديد كيوت يعني، انا حتى وانا بهدد انني كيوت يا اولاد. المهم خلونا في المهم. تحبوا نتكلم الفترة الجاية عن ايه؟ تحبوا نعمل ايه؟ انتوا عاملين ايه اصلا؟ ولا حد فيكم كده بيقول لي احنا عملنا ولا سوينا؟ طبختوا ايه النهارده يا عيال؟ طيب اكلين شاربين نسكافيه ولا قهوة؟ كلتي النهارده شوكولات ولا عملتي ايه في حياتك؟ زعقتي لعيالك كم مرة؟ عملت الهوم ورك؟ طفشتوا يا ولاد زي من جرابات الماميز، ارحمونا ارحمونا. انا بقضي اغرب ايام حياتي في جروب الماميز، لان انا انتوا عارفين عندي همسه اللهم بارك ثالثه كليه، سما اولى كليه، يوسف في اولى اعدادي، فانا عندي حاجه صغننه في اولى في في جريد 1. مش فاهمه سيادتك يعني، انا مش بتاعت الكلام ده والله. انا مش بتاعت جروبات وماميز لا خالص، انا لا اصلح للمعاناه، انا اصلح للدلع وفقط يعني كده. فربنا يعيننا والله. ان شاء الله ان شاء الله لنا اجر على جروبات الماميز دي، ده انا بدخل اشوف الحاجات اللي بيكتبوها، يا جدعان يا على الفضا. ايه ما عندكوش حله محشي تتحشى؟ ما عندكوش مواعين تتغسل؟ يلا ربنا يعيننا ربنا يعيننا. ربنا ينجحهم ويهديهم ويبارك فيهم اللهم امين، واستمتعوا بحياتكم ايا كانوا هي الوضع بتاعها ايه. بحبكم واشوفكم على خير في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.